طيب عليه هذا وسلم. والمقصود ان عمر كان افضل الاولياء الذين لهم من الله تحديث الهي بغير واسطه نبي. هذا كلام ابن تيميه. من هو الذي يحدث الله؟ جاوب. هذا واحد. اخواني انتوا ليش يا شيخ تستغربوا؟ احمد، انت لو فهمت كلمه تحديث عن المحادثه مع الله تبقى خطا. ما استنى. يخالف ما يخالف. لذلك الآلوسي يقول إن عمر كان من أهل السماع المطلق الذي يحدثه. انتبه حتى لا تقول غير كلمة. الله في كل شيء، إذا هذا يحدث الله في كل شيء، وأنت يا موسى تحدث الله شوية. هذا واحد. اثنين، ليش إخواني عمر بن الخطاب عنده هذه الفوائد؟ هذا كتاب بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار للكلباذي البخاري يقول: فكذلك قول النبي لو كان بعدي نبيا لكان عمر، فيه إنابة على الفضل الذي جعله الله في عمر والأوصاف التي تكون في الأنبياء والنعوت التي تكون في المرسلين، فأخبر أن في عمر أوصافا من أوصاف الأنبياء. عمر من أوصاف الأنبياء عدة شبيه، مو نبي واحد، أنبياء يعني أكو نبي عنده وصف عمر أخذه، هذا النبي عنده وصف أخذه، هذا النبي عنده وصف أخذه. يقول: ففيه أوصافا من أوصاف الأنبياء وخصالا من الخصال التي تكون في المرسلين. يعني جمع صفات الأنبياء وجمع خصال المرسلين. وين انجمعت؟ في عمر. فصار هو نبي واحد لو مجموعة أنبياء في واحد، صار مجموعة أنبياء في واحد. من أروح أنا إلى ابن حجر العسقلاني يقول على نفس الحديث في فتح الباري شرح صحيح البخاري الذي شرح إن لم يكن محدث فإن يكن أحدا في أمتي فعمر، يقول: وقد تكون الحكمة في تكثيرهم مضاهاة بني إسرائيل في كثرة الأنبياء، فلما فات هذه الأمة كثرة الأنبياء فيها لكون نبيها خاتم الأنبياء عوضوا بكثرة الملهمين. وقال الطيبي بالمحدث الملهم البالغ في ذلك مبلغ النبي في الصدق، نفس النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في صدقه. والمعنى: لقد كان فيما قبلكم في الأمم أنبياء ملهمون فإن يك أحد هذا شأنه فهو عمر، فجعل قرينة ذلك هل النبي أم لا، فلذلك أتى بلفظ إن ويؤيد حديثه لو كان بعد نبي. احسن حاجه يا شيخ احمد، احسن حاجه ان يعني من كثر فعلا ولا من كثر كلامه كثر لغته. حلاوتك انك بتجيب وترد على نفسك. أنا ما ردت على نفسي. عمر عرفنا جاوب على ابن تيمية والآلوسي وجاوب على. يعطيني وقت. تفضل. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على نبيه وعبده. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأكرم وأنعم على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه وأصحابه الغر الكرام الميامين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. الشيخ أحمد هو قال من كليم الله؟ لا يخفى على أحد أن كليم الله وسيدنا موسى، وكلم الله موسى تكليما. كلام يعني كلام صراحة. الشيخ أحمد من فهمه ما شاء الله عليه بيقول ان فيكم محدثون، يعني التحديث يعني الكلام. مش انت تقصد هذا يا شيخ احمد؟ تقصد بالمحدثون هنا يعني الكلام؟ امال ايه؟ لا امال ايه؟ ذاك التحديث عن طريق الملائكه. له من الله تحديث الهي بدون واسطه نبي، يعني من الله الى. لا هذا كلام ابن تيميه. لا استنى يا شيخ احمد، استنى جزاك الله خير. يعني يا شيخ احمد اما بتجيب حاجه صغيره بتبقى هنقول مثلا هنرد عليها او واحنا بننفيها اساسا. ما تقول لي بين سيدنا عمر وبين ربه تحديث مباشر؟ هذا ابن تيميه. يا شيخ احمد اسمعني الله كلمه. انا بعد كده بقى هضطر ان شاء الله يا شيخ احمد اما اناقشك بعد كده نناقشها من عقل، يعني من حفظ الحفظ ان شاء الله، بلاش عقل عشان ما يقولش فينا المصادر. ماشي ان شاء الله اما ادخل معاك بعد كده اقرا لك اشوفك بالكاميرا يا شيخ احمد ان شاء الله اما اخش معاك بعد كده، بس عشان ما تخافش هو الموضوع سهل يعني. اما اخش معاك بعد كده تخاف من شنو؟ استنى بس ومن الخايف؟ استنى بس اما نخش بعد كده نخليها العقل، يعني هنتكلم حفظ، يعني حفظ وفهم بس، مش هقعد اقرا من الكتب. طيب المقصود بان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما قال لسيدنا عمر قال له ايه؟ ان يكن فيكم محدثون فانه مين؟ الله يفتح عليك. ما معنى كلمة النبي هنا فإن يكن فيكم محدثون؟ من الملائكة.
لا 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 اخ، لا لا اخ. المقصود ان يكون فيكم محدثون هنا يعني هو قال ملهمون، انت نفسك ذكرتها. اي ملهمون من الملائكه. استنى، ما انا بقول لك، طب ما ذكرت لك الحديث ان يكون فيكم محدثون فهو عمر، قلت لك معنى الكلمه هنا ايه؟ معناها ايه؟ ملهم يعني من الملائكه. بس فسيدنا عمر لما قال الكلام ده ما قالوش ان هو قران، لان احنا اساسا يا شيخ مش بقول لك احنا بندور من ساعتها في حلقه مفرغه بنضيع وقت الناس معانا، والله احنا متفقين على اصول ومبادئ. ايه الاصول؟ ان ما فيش قران الا كان قرآن. احنا يا اخوانا عيب نطلع نتكلم يعني في عمر صار من الملائكه تحدثه؟ استنى بس يا اخوانا، والله عيب ان احنا نطلع ان الشيخ احمد عاوز. سيدي استنى بقى، لا تقاطعني بقى. لا سؤال ما قاطعك. يعني عمر صار محدث من الملائكه؟ لا هو من هو اشرح لك معنى كلمه محدث يعني ايه. هو من التحديث ومن الملائكه. ملهم لعدم مين لكن انت بتطرح اسئله والله العظيم يا شيخ احمد، والله انت بتضحك على اتباع الكده. والله يحدث من اين؟ هو يحدث من اين؟ اذا لا ملائكه ولا الله شيطان. اسمع بس، لا تقاطعني، ما تنساش ان ده وقتي هنا. يعني كان سيدنا عمر معروف بشده الالهام والفراسه. احنا عندنا يا شيخ احمد في حاجه اسمها فراسه المؤمن. فراسه المؤمن يعني انت مثلا قاعد كده تقول والله انا اتوقع ان يحصل كذا او هيحصل حاجه دلوقتي فتيجي، هل معنى كده انك نفسها دي حداثه؟ يعني انت نفسك بتقول ملهمون. ايش جاب الحداثه والملهمون للملائكه يا اخوانا؟ ايش جاب كلام سيدنا عمر لما بيوافق ربه وبيقول بعض الكلمات اللي بينزل بها القران؟ يا شيخ احمد، هو دلوقتي لو سيدنا عمر قال كلام غير، يعني حاجات غير اللي القران نزل بها، يبقى هنسميها موافقات ليه اساسا؟ يا شيخ احمد لا تضحك، والله العظيم لا تستهزئ بعقول مستمعيك. احنا اتفقنا وصلنا، تعالى قلنا لك كلام انت عندك نفسك ان كلام المعصومين مش قران، كلام المعصومين مش قران، يبقى نيجي نقول على سيدنا. يعني انا والله يا شيخ احمد انا شايف ان الاجابه على هذا السؤال، لان انا عمال في 3-4 مداخلات اكلمك عليها معنى كلمه محدثون هنا اللي هي لفتت انتباهي دي من الالهام. سيدنا عمر كان معروف عنه رضي الله عنه وارضاه انه ملهم، ان عنده فراسه قويه، كان ذكي ملهم رضي الله عنه وارضاه، كان صاحب فراسه قويه رضي الله عنه وارضاه. بس فنزل القرآن موافقا لكلام عمر، مال الشيخ احمد والله يسالني سؤال والله ما خطر على بالي انه يسالني، يقول لي لما سيدنا عمر قال فتبارك الله احسن الخالقين فنزل قوله تعالى فتبارك الله احسن الخالقين، بقى كلام سيدنا عمر قرآن. اي سؤال هذا يا اخوانا؟ اي سؤال هذا؟ ان سيدنا عمر لما قال لسيدنا النبي يا رسول الله ان نساءك يدخلن عليهم البر والفاجر اولا امرتهن ان يحتجبن، فنزل القرآن واذا سالتموهن متاعا فاسالهن من وراء حجاب. الشيخ احمد عاوز يقول لي ان كلام سيدنا عمر قران. الشيخ احمد لما في موافقه سيدنا عمر في واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، عاوز يقول لي ان هو قران. حاشا وكلا يا شيخ احمد، نحن لا نثبت قرانا ولا كلاما الا قران الله وكلام الله عز وجل. ولو اتيتني باي كلام، اولا والله ليس هناك عالم من علماء اهل السنه والجماعه ان فهمت انت كلامه صحيحا، اولا ما في عالم يقول كده ابدا ان في قران غير قران ربنا. والله لو اتيتني باي عالم من علماء اهل السنه قال بان هناك قران بحكم القران اللي هو بتاع ربنا غير كلام ربنا، اتحداك، بس انت تفهم كلامه فهما صحيحا. بس يا شيخ نغير بقى الموضوع، نخش في حاجه ثانيه بقى ولا لا خلاص؟ يا شيخ احمد انت سؤالك كله بيدور حول سؤال واحد، وانا بقالي 3-4 جولات بدور لك عليه. يا شيخ احمد عندك سؤال ثاني؟ افتح المايك. اعطيني وقت في كلامك غلط. اولا يا شيخ احمد يا شيخ احمد الله يكرمك عندك سؤال ثاني؟ عدي بس اصبر علي. ما تسال بقى، اصبر علي. اصبر هو السؤال يجيب كلامك. انت عاوز تقطعها قرايه وكتب. الاخ قال ان الفراسه راح نجي على الفراسه. هسه راح اذكر لك الفراسه شنو. انت تورطت. ليش؟ قال التحديث الالهي، ما قال المحدث، يعني منو قال على لسان ملك؟ مو انا قلت. ابن كثير يقول هذا ابن كثير قال البيهقي تابعه زر بن حبيش والشعبي عن علي، وقال يعقوب بن سفيان ثنى مسلم ابراهيم ثنى شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال كنا نتحدث ان عمر ينطق على لسان ملك. شلون تقول لعد التحديث مو ملك؟ هذا واحد. محدثون، المحدث يعني ملهم من الملائكه. وعندي الان هسه هرب والله العظيم، غلق البث وهرب والله العظيم.